لو كنتم زيي عملتوا العاشور على مدار حياتكم بإضافات كتيرة وطرق مختلفة، ولكن فضل في الذاكرة وفي القلب دايما ريحة وطعم وملمس عاشورة اللي بتعملها ماما في البيت زمان وإحنا صغيرين، ولما بنفتح التلاجة بنفرح جدا لما بنشوفها، يبقى أكيد عاشورة مامتي النهاردة هتعجبكم. لو أول مرة تشوفوني، أنا دكتورة سهى، أتمنى تشتركوا في القناة وتعملوا لي لايك وشير. أنا عندي 8 كيلو من الغلة، نقعتها لمدة حوالي 14 ساعة وغسلتها كويس جدا ولحد ما الحبات بتاعتها كبت كده وبقت لونها أبيض. هحطها في حلة وأنزل بمية عليها، مية باردة تغطيها وأغطي عليها وأسيبها تستوي تماما. ممكن أزود المية خلال الفترة دي لحد ما تستوي وتفشل بالشكل ده وتشرب المية. هرفعها من على النار وأحط 3 كوبايات من الحليب الكامل الدسم، وأنزل فيه الغلة بتاعتي اللي استوت. زي ما حضراتكم شايفين الغلة نزلت تحت واللبن فوق، لان انا لسه ما حطيتش النشا عشان بس تعرفوا الشكل. هحط كوبايه الا ربع سكر، او السكر ده حسب الرغبه، وادوبه كويس قوي. وابدا بقى اخد معلقه كبيره من النشا ادوبها في شويه حليب او لبن، وانزل بيهم على العاشوره بتاعتي واقلب كويس قوي. كانت ماما بتحط النشا كده بالتدريج مش مره واحده علشان ما تجمدش قوي، ولما تقعد لتاني يوم في التلاجة وشها ما يشققش. كده انا حطيت معلقة واحدة من النشا، دوبتها في شوية لبن وبقلبها. لو لقيت ان هي خفيفة لسه هزود النشا، لان الحبات الغلة احيانا بتبقى مختلفة من مكان لمكان، ممكن تبقى فيها شوية نشا. انا لقيت انها محتاجة شوية نشا، حطيت نص معلقة من النشا وهدوبها في شوية لبن بردك وانزل بيها على المقدار بتاعي. بدأت الحبات بتاعت الغلة ما تبقاش راسية تحت في القاع ولا الحليب فوق، لا بدأت زي ما حضراتكم شايفين فوق. ماما كانت بتحط 3-4 معالق من الزبيب جواها وهي كده بتغلي، بيدي طعم حلو قوي وبتبقى تحفة. هسيبها لحد ما النشا يستوي وتظبط بالمنظر ده زي ما حضراتكم شايفين. بحط معلقة من ماء الزهر، بيدي طعم حلو قوي. نفس كل جدودنا وامهاتنا كانوا لازم يحطوا معلقه ماء زهر او نقطتين من ماء الزهر لو كان مركز. وهقلب كويس قوي، ولما تبكبك وتغلي بالمنظر ده، طبعا طول ما انا محطوطه على النار لازم اقلبها كده كويس قوي عشان ما فيش اي حاجه منها تلزق. ولما توصل للقوام ده هوت، اللي لما تضغطي ظهر المعلقه ولما اعمل بصباعي كده هوت الاقيها عملت خط، يبقى هي كده بقت تمام واتظبطت. هبدا اغرفها في الاطباق بتاعتي، وابدا ازين الوش زي ما كانت ماما بتزينه بحبات من الزبيب بالشكل ده، ورشه جوز هند، وكانت بتجيب مكسرات او سوداني مجروش او سوداني وتجروشهم في الكبة وتبدأ ترشها على الوش بالشكل ده وتحطها في التلاجة وتبيتها لما تسقع تماما علشان تطلع لنا بالشكل الرائع ده، اللي مش قادرة اقول لكم قد ايه متماسكة، قد ايه جميلة، قد ايه النشا فيها صحي جدا. لما بتبات في التلاجة لو وشها بيشقق مهما قعدت، علشان نسبة النشا فيها مناسبة جدا للكمية اللي احنا عاملينها. مش قادرة اقول لكم قد ايه طعمها رائع وشكلها جميل، ورجعتني لطعم العاشورة اللي كانت بتعملها ماما، واللي بدون اي اضافات، لا قشطة ولا كريم شانتيه ولا نصها يتضرب في الخلاط والنص التاني يتحط، وكانت بتبقى روعة بالنسبة لنا. انبسطت جدا ان انا عملتها بطريقة مامتي وعجبتني جدا عن اي مرة عملت فيها العاشورة. لو عجبتكم طريقة عاشورة مامتي اتمنى ان انتوا تنفذوها وتكتبوا لي رأيكم واسئلتكم في التعليقات، لانها من الذكريات القديمة، ذكريات الطفولة. وبالهنا.